السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة جاية لكم بوصفة جلاش حلو، بس حكاية محشية حشوة جميلة وهتعجبك ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكي وتسلم ايدك يا ست الكل. هندخل مع بعض اول حاجة على السيرب. عندي نص كيلو جلاش بياخد كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصرة نص ليمونة وباكت فانيليا، كل ده مع بعضه وهقلبه بالراحة لحد ما السكر يدوب شوية، وبعدين هرفعه على النار. انا هنا بقلب بالراحة عشان خاطر ذرات السكر ما تطلعش على احرف الحلة. بعد ما يغلي ههدي النار عليه، اخليها وسط واسيبه يغلي 10 دقايق ل12 دقيقة لحد ما يبقى تقيل معايا. الجلاش بيحب السيرب تقيل. تمام كده، هنا بدأ يغلي وبقى لونه صافي. 10 دقايق وهقطف عليه. معايا هنا 200 جرام من الكنافة متفرزة وبطلعها من الفريزر على طول. اهريها كده بايديا، لو عايزة تعمليها في الكب مفيش مشكلة، بس انا بحب اعملها بايدي عشان ما تبقاش ناعمة قوي. 200 جرام هجيب عليهم 3 معالق جوز هند، و3 معالق سكر، و3 معالق مكسرات. انا هنا حاطه سوداني مجروش، وهقلب كل ده مع بعضه كده كويس واخلي الميكس يبقى مختلط مع بعضه. وهجيب هنا تلت كوباية سمنة دافية، لازم تكون دافية. هبدأ بقى اضرب الميكس ده كله مع بعضه، وادخل السمنة في الكنافة علشان خاطر يبقى الكنافة كلها شاربة من السمنة. همسكها كده بايدي اختبرها هلاقيها بقت كورة تمام. هجيب بقى معلقة معيارية، اكور يعني احط فيها الكنافة كده وتطلع ليا بالشكل ده، علشان خاطر دي اللي هحشي بيها الجلاش. سهلة خالص وبسيطة. لو مش عندك المعلقة المعيارية شوفي اي حاجة مناسبة لحضرتك تنفع زي اللي في الطريقة وفي الفيديو بالظبط. هنا هكور الطريقة الكنافة كلها لحد ما اخلصها. قبل ما ابدأ في الجلاش لازم اخلصها كلها الاول الكمية، وبعد كده ابدأ في توريق الجلاش. هنا انا خلصت الكمية كلها الحمد لله. هجيب بقى لفة الجلاش، انا جايباها من عند الكنفاني طازة، وهلفها هخلي كل ورقة لوحدها كده، هلف كل ورقة لوحدها عشان تسهل عليا الشغل، وعشان خاطر بعد كده اغطيه فوطة عشان ما ينشفش مني. يدوبك اشيل ورقة الجلاش واغطي على طول، وتبقى سهلة عليا في الاستخدام. هنا انا خلصت الكمية كلها وغطيتها بالفوطة، وجبت الصينية اللي انا هشتغل فيها دهنتها دهنة كويسة بالسمنة زي ما حضراتكم شايفين. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تحطي لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان كل لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. ويا ريت تكتبي لي كومنت حلو علشان خاطر ارحب بيكي في الفيديو الجاي. هنا هفرد بقى ورقه الجلاش وهنزل عليها بمعلقه سمنه، وهحاول افرد بالفرشه السمنه على الورقه كلها. اتاكد ان الورقه كلها مدهونه بالسمنه. انا معايا هنا حوالي نص كوباية سمنة برضو دافية، وبستخدمها لنص كيلو الجلاش. هجيب ورقة كمان واحطها عليها، وبرضو هرش عليها رشة سمنة وادهنها كلها كده واتأكد ان هي مدهونة كويس. والاحرف من فوق ومن تحت كلها تبقى مدهونة سمنة. هنا هبدأ اكشكش الورقة بتاعت الجلاش بالراحة كده، وهسيب اول 5 سنتي من الورقة واخر 5 سنتي من الورقة مفرودين مش متكشكشين، علشان خاطر دول اللي هقفل بيهم على الحشوة بعد ما اخلصها. هجيب بقى حشوة الكنافة واحط اربع حشوات، 4 كرات من اللي حضراتكم شايفينهم دول. وهحاول اظبط المسافات تبقى متساوية عشان تطلع القطعة كل قطعة في المقاس يعني متقاربة مع التانية. هدهن بقى الاحرف سمنة من ناحية دي ومن ناحية دي، وهبدأ بقى اقفل على الحشوة. حاولي ما تضغطيش قوي علشان خاطر الحشوة ما تفرولش منك وتفك. وهدهن سمنة كده لو في ورقة مش عليها سمنة دهنة عشان اقفلها كويس وما تفكش مني. هبدأ احدد كده مكان ما هقطع بالسكينة وهقطعها كويس بالسكينة. هتبقى حاولي تخليها كلها مقاس واحد. بعد ما قطعتها
هلمها كده واقلبها بقى على وشها. شوفوا وشها ازاي مكشكش ومدي شكل جميل وتحفة. هجيب الصينية اللي انا دهنتها وارص كده كله جنب بعضه، واحاول اقفل كويس على القطعة في الاطراف بتاعتها علشان خاطر ما تفتحش مني. هي طبعا كلها مدهونة سمنة، فانا لما اجي اقفل كده هتمسك على طول ومش هتفك تاني. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وبألف هنا وشفا عليكم. وهتعملي الوصفة دي هتعجب الأولاد جدا، وهي شكلها شيك وشكلها تحفة. هيفكروكي جايبها لهم من أفخم المحلات. أنا لما بحب أزور حد واحب اعمل له حاجة حلوة، انا بعمل الوصفة دي وبروح مغلفاها تغليفة كويسة واخدها، بتبقى جميلة وشكلها شيك وحلوة وبيفرحوا بيها، وحاجة معمولة في البيت ومضمونة. وتسلم ايدك يا ست الكل على وقفتك وتعبك. هعمل كمان واحدة معاكم. حطيت ورقة ودهنتها وحطيت الورقة التانية. في الوصفة دي الورقتين حلوين قوي، بتبقى القطعة كويسة، يعني بتبقى على قطمتين كده حلوة مناسبة. لو عايزاها صغيرة بقى وتبقى القطعة على قد قطمة واحدة، ممكن تعملي ورقة واحدة، هتبقى مناسبة برضو وكويسة وهترمي معاكي عدد كبير. هنا كشكشتها. الكشكشة سهلة خالص، يعني انتي واحدة واتنين هتلاقي نفسك ايدك بقت خفيفة وعارفة تظبطيها. وهقفل عليها بالاطراف، مش هضغط علشان خاطر الحشو ما تفكش جوه وتفرول مني. مفيش اسهل من كده. يا ريت تدعميني بلايك، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس، واكتبي لي كومنت حلو. وتسلم ايدك. عايزة افعل القناة واكمل شروطها علشان خاطر استمر مع حضراتكم. هنا هحطها في الصينية هرصها، وانا شغالة كده هبدأ بقى اشغل الفرن. لازم الفرن يكون شغال قبل ما ادخل صينية الجلاش ربع ساعة تقريبا، من 10 دقايق لربع ساعة، مش اقل من كده. هنا باقي نص كوباية السمنة، بجيبها وادهن قطع الجلاش كلها بالسمنة كده، واتأكد ان كلها اتدهنت سمنة علشان خاطر تبقى كلها سوا واحد وتحميرة واحدة. هنا انا الفرن سخن، هدخله احطه على الشبكة في نص الفرن. بعد كده هخلي درجة الحرارة على 170 علشان خاطر الجلاش كله ياخد تسوية واحدة، وكمان ما يبقاش من جوه ني، عشان ما ياخدش لون بسرعة من تحت من القاعدة، والاقيه من جوه ني وبيتقطم مني بصعوبة. لا، بهدي النار اخليها على 170 لمدة 15 دقيقة او 20 دقيقة على حسب فرنك. وبعد كده اولع الشواية، لقيت القاعدة اخدت لون، هولع الشواية بقى دقيقة وانا واقفة جنبه، ما سيبهوش لحد ما ياخد اللون الجميل اللي حضرتك شايفاه ده. هطلعه بقى بالسيرب، بيبقى دافي دافي، يعني دافي بسيط. هنزله على الجلاش وهو سخن، وهشربه الكمية اللي هو محتاجها. هنا الجلاش انا شربته سيرب، وكان فايت شوية، حسيت ان هو محتاج، حطيتهم له. وضغطت الجلاش 5 دقايق وبعد كده تقدميه. وصفة تحفة وسهلة جدا، مش هتاخد منك وقت، وهتعجبك قوي، ولو عندك عزومة او حاجة هتعجب ضيوفك. لو وصلت معايا لحد هنا، شكرا على المشاهدة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وجربوها واكتبولي في الكومنتات. ومع ألف سلامة.